السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ان شاء الله النهاردة هنعمل كيك شوكولاتة سهل بسيط باستخدام الكيك الاسفنج الجاهز. معايا هنا 3/4 كيلو من الدقيق الاسبونج الجاهز شوكولاتة. معايا 9 بيضات، بس انا هنا حاطة 10 عشان البيض صغير. 3/4 كوباية من المية، معلقة من الخل، معايا فانيليا. بس انا هنا هستخدم بديل الفانيليا، وهو بشر البرتقال المطحون. طريقته موجودة على القناة للي حابب يرجع لها. بنستخدم لكل ربع كيلو من الدقيق الاسبونج الجاهز 3 بيضات، ربع كوباية من المية. تمام. ونحط طبعا الفانيليا ومعلقة من الخل. عندي طريقة تانية اللي هو باستخدام الدقيق العادي الاسبونج. باستخدام الدقيق العادي هحط طريقتها في صندوق الوصف للي حابب يرجع لها ويعمله من الاساس في البيت، بس بنستخدم له محسن جل. تمام. هنحط الدقيق ونحط عليه البيض ونحط عليه معلقة الخل، واحط بشر البرتقال المطحون او الفانيليا اللي متاحة عندك، وهنحط المية ونضرب. واثناء الضرب هيبقى في دقيق على الجوانب بالشكل ده، فهنحاول ان احنا ننزله بالاسباتيولا عشان نسهل الضرب وما يبقاش فيه دقيق في قاع الحله واحنا بنضرب. ده انه نضرب فيه لحد ما يعلى ويفتح لونه بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. نكون مجهزين صينيه هنا. انا الصينيه هنا مقاس 26 في 35، بطنتها بورق زبده وثبتهم بقطع من عجين الكيك. تمام. ممكن نستخدم صينيه مقاس 30 في 30. بما انها عملت علامه على الوش كده وما نزلتش في القاع، يبقى اذا هي استوت. تمام. هنحطها في الصينيه، مسخنين الفرن على درجه حراره 180. هنحطها على الشبكه في الرف الوسطاني نص ساعه ونفتح عليها ونختبرها بالشكل ده. وبعدين لما تهدى شويه صغيرين كده، يعني ما تبقاش حرارتها عاليه قوي، بس نحط عليها الفوطه علشان تدنها محافظه على طراوه الكيكه ما تنشفش. مش اقل من 6 ساعات. انا هنا سبتها لتاني يوم. ضربت الكريمه، جبت كوبايه ونص من الكريمه اللباني. كريمه اللباني عليها السكر بتاعها. وجبت كوبايه من كريم شانتيه الخام، حطيت عليهم معلقتين من السكر البودره، وحطيت عليهم معلقتين من اللبن البودره، وضربتهم بالميه. في حال ان انت هتضربي باللبن ممكن تستغني عن معلقتين اللبن البودره. تمام. كده هنجيب الكيكه بقى عشان نجهزها. هنشيل الورق من عليها بالراحه واحنا بنشيل عشان ما تتهريش مننا، لانها هي طريه بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده كده. هنشيلها وهنشيل الوش من اللي هو الطبقه اللي على الوش دي، لانها مبيبقاش طعمها حلو في الاكل. هننضف الدنيا من حوالينا ونقطعها. ممكن تقطعيها 2. انا قطعتها على 3، بس الطبق فيهم طبقه اتهرت مني، فانا هستخدم الطبقه اللي اتهرت دي في النص. تمام. كده جبتها قطعتها. هتحط بقى جزء منها على الصينيه بالشكل ده. شايفين طراوتها عامله ازاي؟ طريه جدا. هسقيها بقى. انا هنا عملت شربات: كوبايه من السكر، عليها كوبايتين من الميه، شعرة من الفانيليا، عصر نص ليمونه، وسبتهم يغلوا غلوه كده مع بعض. يعني شربات خفيف. وهسقيها. الكيكه الاسفنجيه يا جماعه بتسقي، لان لو ما سقيتيهاش مش هتبقى كانك بتاكلي عيش باير. تمام. هنحط بقى طبقه الكريمه. انا بحب طبقه الكريمه تكون عاليه شويه، فهحط حبه من الكريمه كويسين. تمام. بالشكل ده هحاول ان انا اوزعها واسويها كويس عشان تبقى كلها متساويه مع بعضها، ما تبقاش في حته عاليه وفي حته مش عاليه. دي بقى النص اللي هو اتهرى مني، انا جمعته مع بعضه بالشكل ده، وهحطه وهسقيه برضو، وهحط عليه الكريمه وافرده كده. سقناه. هحط بقى عليه الكريمه، وبس بالراحه قوي وانا بفرد، علشان ايه مفيش حته تطلع مني في السباتيولا وانا بفرد. يعني احاول بقدر الامكان ان انا اسوي، بس على بالراحه. تمام. هو هنا بيبان انه بسرعه عشان انا مجريه بس الصوره. بالشكل ده كده حطينا الطبقه الثالثه، وهحط طبقه برضو من الكريمه، وهحاول بقى ان انا اساوي. انا كده سويتها وخلصتها. هظبطها بقى. وعندي شوكولاته هبشرها كده بعد ما ظبطتها وخلصتها. عندي بقى شوكولاته هبشرها واخدها اعملها على الجناب. وعندي كريمه، خدت جزء من الكريمه حطيت عليه معلقه من صوص الشوكولاته وقلبته في بعضه بالشكل ده. هعمل بيه روزيتات على حرف الكيك. تمام. كده باستخدام القمع اللي هو بتاع بلح الشام ده.
هعمل منه روزتات على الجناب كده بالشكل ده. اي حاجه انت عايزاها والتزيين بتاع حضرتك، وانت ابدعي بقى مع نفسك بالشكل ده كده. هاخدها زي ما يدور، وهكون مجهزه طبعا الشوكولاته المبشوره. هاخدها على الحواف وعلى الجناب كده بالشكل ده. خلصت كده بقى. اللي هجيب بقى الشوكولاته مبشوره وهحطها على الجناب من تحت. تبشريها بالمبشره العاديه خالص اللي هي بتاعه الطماطم دي، تبشريها بالمبشره بتاعه الخضار زي ما انت عايزه. هي كل ما تكون خشنه كل ما تكون افضل. تمام كده خلصنا الجناب. فاض بقى معايا شويه، وان الحركه دي انا ما حبيتش يعني، يا ريتني ما عملتها، بس المهم ان في النهايه الكيكه طلعت طعمها حلو يعني. كده كان المفروض اسيب يعني ارش رشه خفيفه، بس انا يعني اتفاض معايا شويه فوق، رحت حطاهم قلت يلا بقى ايه كده وخلاص. فطلع ما طلعش شكلها قد كده، بس مش مشكله، دي غلطه مني انا. فانا حبيت انبه لكم ان انت لما تيجي ترشي رشه خفيفه على الوش. تمام. معايا بقى شويه من كاندي التوت، هوزعه كده بالشكل ده. وده شكلها بعد ما خلصناها. هندخلها التلاجة لحد ما تتطعم من نفسها، وبعدين نقطعها. تمام. لازم نسيبها شوية في التلاجة عشان تبقى طعمها حلو. وهي كده بعد ما قطعناها طبقات متساوية وعالية وخفيفة جدا. ولو انتوا وصلتوا معايا لحد كده، اتمنى ما تنسونيش في اللايك والاشتراك، ويا رب يكون اللي انا بقدمه بيعجب حضراتكم، وان شاء الله ربنا يحسن ما بين ايديكم يا رب العالمين. والى اللقاء في فيديو جديد.